فيلم امرأة من نار هو استمرار لسلسلة أفلام العري اللي ظهرت في فترة السبعينات، واللي كانت بيتم تصويرها خارج مصر، وتألقت فيهم الفنانة ناهد يسري، واللي قامت بالعديد من أدوار العري في السينما لتسطر اسمها في تاريخ سينما العري في مصر، على الرغم من إنها لم تقدم أي إغراء في الأفلام اللي قامت ببطولتها على الإطلاق. الفيلم لا يحمل أي قصة جذابة، وعبارة عن مجموعة من الأحداث الغير مرتبطة والمتشابكة بغموض شديد، وبأداء تمثيلي سيء للغاية من الممثلين. ومش فاهم السبب اللي دفع الفنان صلاح ذو الفقار للمشاركة في هذه المهزلة. أتحدى أي شخص أن يتذكر قصة الفيلم أو أي جزء من أحداثه بعد مرور سنة من مشاهدة الفيلم. الفيلم قائم على ثيمة الأخت الشريرة المريضة والأخت الطيبة المضحوك عليها. لا ننصح بمشاهدة الفيلم نهائيا إلا من باب التعرف على فن الهبوط في السينما المصرية أو التمتع بمشاهد العري في الفيلم، لكن غير ذلك الفيلم لا يرقى إلى أن يكون عمل فني، هو عبارة عن عمل تجاري بيهدف إلى مشاهد عري بيتخللها بعض الأحداث. أما عن قصة الفيلم فهو بيحكي عن أحمد لطفي صلاح ذو الفقار بيطاردوا بالليل في اسطنبول مجموعة من الأشخاص بتنقذه، منهم تركان عبد الحميد ناهد يسري اللي بيكتشف إنها بتعرف عنه كل شيء. بتوصله إلى منزله ليجد إنه مقلوب رأسا على عقب. بتخبره إن من يطارده بيدعى شوكت، وبتخبره إن المطاردة متعلقة بشقيقه فريد المحتجز من قبل عصابة الصقر، لأنه متورط في مشاكل معهم حيث قام بقتل ناضج أختها. وبتتوالى الأحداث. الفيلم سوري مصري مشترك، وهو من إنتاج 1971 من بطولة صلاح ذو الفقار وناهد يسري وأديب الدورة ومحمد خير حلواني، والقصة والإخراج لرضا ميسر.